لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام أبو أكرم. اخوي شمس الورد، الله يسعدك. حياك الله حبيبي. من أي بلد أبو كرم؟ انا فلسطيني ومقيم في السويد. حيا الله أخونا فلسطين فوق الرأس والعين. الجزائر، الله يعزك. يعطيك الوقت. لأجل فلسطين تكلم. هيا تفضل. والله حب عظيم، والله كنت اتابعك من زمان، من ايام لما كنت في الساحة البريطانية هاي هناك تعمل، وكنت اتابعك. الله يسعدك يا رب ويجزيك الخير. آمين آمين. حبيبي تسوي. والله بس الله. حبيت اسلم عليك وبدي اسالك سؤال فقط. تفضل اخي. الفلسطينيين فوق راسي والعين. سؤال جواب اسال. الله يعزك. والله اخوة الجزائر. بالسويد شو عم بصير حاليا؟ لا ما سمعت. ايش؟ بحرق القرآن ومن الحكي. اي نعم، انا فعلت فيديوهات بالعربيه وبالانجليزيه ضدها. وسمعتوا كمان بقصة عمارة جوامع بالسويد. ايش حبيبي؟ وصلت لكم قصة إعمار الجوامع المساجد في السويد؟ إعمار المساجد. إعمار المسجد بأي شيء؟ في السويد سمعتوا فيها أي شيء؟ وصلكم إشي؟ لا ما وصلنا. ما وصلكم هيك. بس حبيت أعرف والله، لأنه حاليا إحنا هون الحمد لله وشكر، مقابل كل كتاب قرآن عم بتعمر مسجدين. الله أكبر. والله أكبر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله وشكر. حاليا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والله الحمد لله. والله أنا مقابل كل كتاب قرآن عم بنحرق، عم نعمر مسجدين بفضل من الله. طبعا عاملين حملة اسمها في مور برو. ما شاء الله. وفقكم الله. وفقكم الله. كل شهر بداية الشهر مسجد وبآخر الشهر مسجد، نجمع له تبرعات وبتعمر المسجد. اسمع، سوف يتجننون يا أخي. والله لو تشوف الإعلام السويدي علينا شلون متكاتف علينا، بس الحمد لله بفضل من الله إنه الله ميسرها. الله. اسمع حبيبي، عندما يكون الله معك فلا تفكر في أي شيء. أكيد. إذا كان الله معك فكل شيء معك، وإذا كان الله ضدك فكل شيء ضدك. أكيد والله أكيد. الله أكبر. وكفى بالله وكيلا. وجزاك الله أخي أبو كرم. الله يسعدك يا أخي شمسي. والله أحبك إخواننا الفلسطينيين. الله يجزيك الخير ويسعدك. حفظكم الله أخي. الله يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك في عمرك. تشرفنا بك حبيبي الله يسلمك. بارك الله فيكم. الحمد لله. الله أكبر. شوف سبحان الله، في حرب ضد الإسلام لكن الإسلام ينتشر. الله أكبر. ما فاهمين شيء. تعرف الغرب ما فاهمين شيء. كيف هذا الدين نحن نحاربه؟ ولو نظرت بالنظرة المادية، فهم أقوى علينا وأقوى منا. طيب، فهم لأجل ذلك هم يتجننون الآن. كيف نحن أقوى منهم، أي الكفار أعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام؟ يقولون نحن أقوى من المسلمين ماديا وكذلك بهذه الوسائل التواصل، ولكن الإسلام ينتشر في الغرب. النساء، وكثير من الذين يعتنقون الإسلام من النساء. وكما تعرفون أيها الأحبة في الله، ماذا يقولون عن الإسلام؟ الإسلام يظلم المرأة. الله أكبر. هذا عندما أنا أتكلم مع غير المسلمين أقول في نبوءة في كتاب الله قوية جدا، وهي قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى الدين كله وكفى بالله شهيدا. في قراءة آية أخرى: ولو كره الكافرون. الله أكبر. الله أكبر. لأن هذا الدين دين الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو الغالب، هو القهار. Speak English now. You go back to your bloody country, brother. No more English, only Arabic. We take it over. Subhanallah. You know, the brother just gave us good news that Alhamdulillah in Sweden they open a lot of masajid there. Alhamdulillah, even though they tried to burn the Quran. And I did speak about it. أنا تكلمت عن القضية.
والله مشكلة، يقول لك واحد يقول لك تكلم إنجليزي، واحد يقول لك تكلم عربي، واحد فرنسي. إيش أنا كمبيوتر ولا إيش؟ هذا قال لك شمسي من الخوارج. نعم، خارجي على أهل البدع، أهل الزندقة والخرافيين. قال لك كن صادق. هذا الأخ من الصباح ويقول لك طلعني. اللهم اجعلنا من الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبي. الله يجزاك كل خير أخ شمسي آمين. وأنا متابعك من سنتين، يعني دائما أشوف فيديوهاتك وبحب أتعلم منك، يعني تعلمنا كثير الحمد لله، فضلك وفضل رب العالمين. والله يغفر لنا ولكم. من أي بلد أخي؟ كن صادقا. أخي أنا من سوريا. حيا الله أحبابنا من سوريا. حياك الله حبيبي، حفظكم الله. أخي عندي سؤال محيرني أنا. والله إذا حيرك ما تحيرني أنا كذلك يا أخي. والله يا أخ شمسي السؤال يعني كيف بدي أحكي لك؟ أقرأ لك الآية أو تقرأ آية؟ لا، هي تفسير للآية، يعني شك بالنفس، فالأفضل أنك تسأل شخص أعلم منك مشان تقطع الشك باليقين. أنت تريد تفسير عن آية؟ طيب تفضل، ما هي الآية؟ الآية: وقل للمؤمنات أن يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنين، وقل للمؤمنات ولا يضربن بخمارهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوائهن أو بني أخوان. لكن يا حبيبي أنت قرأت الآية قرأت فيها يا أخي الكريم. هو الكلمة اللي أنا يعني دقيقة بس. عفوا أنا آتيك دقيقة. فين أخي؟ فين سبحان الله. دقيقة أخي. الله شيخ. طيب كم الآية؟ رقم الآية؟ رقم الآية 30. أوكي طيب، لأنك أنت أخطأت في قراءة الآية. بارك الله فيك، كنت أخطأ كثير. أخطأت صراحة، متلبك لأنه طالع معك. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم أنت وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب ما هو الإشكال عندك؟ الإشكال تفسير أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. طيب ما هي هون أنا عند الرجال وأحللنا لكم نساءكم وما ملكت أيمانكم. طيب أو الرجل ملك اليمين هي نعرف نحن شو هي، وهون ملك يمين. فهل ترى من هو ملك اليمين؟ أنا كثير يعني شوي. الملك اليمين هي التي يأخذونها في الحروب. تمام. هل المرأة تملك ملك يمين يعني رجل عبد؟ لا، لكن العبد هذا تعرف في ذاك الوقت أخي الكريم المرأة لا تجامع ملك اليمين. ملك اليمين عبد عندها، ما تقول عبد، هي تقول خادم عندها، لكن هو خادم هي تملكه. طيب يعني يحق لها أن تبدي زينتها أمامه. لأن تملكه، هي تملكه. أيوة. نعم تملكه هي. تعرف أخي الكريم سبحان الله، تعرف حتى في الجاهلية كان عار على الحرة أن تزني بعبد. العبد في ذاك الوقت ليس عندها أسود،
العبد أي إنسان سرقوا، أبيض أسود عربي، كان عندهم عار. والحرة الحرة كان لا تزني أصلا. صح، نحن نعرف الشيء هذا شيء خارج عن الدين. يعني في نساء تحفظ حالها لو كانت ملحدة أو لو كانت أي من كان، نحن ما لنا مختلفين. بس أنا هون صار عندي الاختلاف، فسألت كذا شيخ، حاولت إني أستفسر من أي شخص، بس ما فيك تروح لعند أي شخص. يعني في شخص يقول لك كلام خارج عن الإطار أو كلام يفسر من عنده. أتكلم عن، لأن ربما شخص يقول كيف هذا ما ملكت اليمين رجل، فلماذا هي لا تغطي نفسها؟ لأن هذا هي تملكه. هو يجوز أن لا تغطي نفسها، هذا من شاء الله، لأن ما في فتنة بينها وبينها. أيوة، جزاك الله خير. آمين وإياكم، بارك